ازيكم يا حلوين؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده جايبه لكم شويه منتجات للعنايه بالبشره والشعر والجسم. هشارك معاكم تجربتي من المنتجات دي وهقول لكم ايه اللي تشتروه وايه اللي ما تشتروهوش وازاي توفروا فلوسكم. فلو متحمسين للفيديو يلا بينا. فاول حاجه هنبدا بيها هي المنتجات العنايه بالجسم. اول حاجه معانا هو المقشر ده من جويس، والمقشر ده من جويس خرافه، جامد 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 جدا جدا. يعني لو قعدت اشكر فيه من هنا للسنه الجايه مش هكفيه والله. هو غني بخلاصه الافوكادو والعسل، حرفيا بيصنفر الجسم، بيخلي الجسم ناعم بطريقه مش طبيعيه حرفيا، وبيرطب الجسم. يعني انت مش هتحتاجي اصلا بادي لوشن، انصحكم بيه وبشده. في حاجه معانا هو الشاور جل ده من فريده، كميته مناسبه جدا ليكي، هيكفيكي لمدة شهر حرفيا، وريحته فظيعة فظيعة فظيعة. غني بزيت جوز الهند والأرجان، ريحته خرافة. ولما بتيجي تحطي كمية صغيرة حرفيا منه على الليفة بتاعتك بتحسي بكمية رغوة مش طبيعية، وبيوفر لك كمان. يعني الشوية الصغيرين اللي انت حطيتيهم على الليفة دي حرفيا كمية رغوة مش طبيعية. يعني هو هيكفيكي لمدة شهر واكتر كمان، فانصحك بيه برضو. تالت حاجة معانا يا حلوين هو البادي لوشن الكيوت ده. البادي لوشن ده حرفيا ترطيب عالي جدا، وسعره حلو، سعره كويس، بس انا مش فاكره سعره ايه، بس هو سعره كويس حرفيا خرافه. يعني بيرطب الجسم، انا برطب بيه جسمي وكمان برطب بيه رجلي وايدي، وحرفيا دي تستعمليه لكل حاجه، فانصحك بيه برضو، ده جميل قوي. بعد كده عندنا المنتج الكيوت ده ليه تشققات في الجلد والرجل، اللي هو من لونا. طبعا ده مشهور جدا وغني عن التعريف وكل البنات بتستعمله. وفي منه برضو مرطب للشفايف من لونا، برضو في منه مرطب للشفايف، وكمان اهو المرطب بتاع الجلد وتشققات الجلد. حرفيا يا جماعة بتستعمليه في الشتاء بيخلي رجلك زبدة حرفيا. يعني بجد بجد انصحك بيه. انا رجلي يعني كل حاجة بتبوظ في الشتاء طبعا، مش رجلي بس، فانا بستعمله لرجلي وانصحك برضو بيه. طيب دي كانت المنتجات اللي انا استعملتها لجسمي. طيب هنخش بقى على المنتجات اللي استعملتها لشعري وفرقت معايا جدا، وهقول لكم ايه الحلو وايه الوحش فيها. طيب هنبدأ بأول حاجة اللي هو بلسم شيا ناتشرال موسترايزر. البلسم ده بزبدة الشيا. هو يا جماعة أنا أول مرة استعملته، الصراحة بيوقع الشعر، فأنا منصحش بيه. يعني انا استعملته كذا مره، قلت يعني هي اول مره وانا بحطه على شعري كده وبنزل بقى بالبتاع كده وبغسل شعري من هنا، لقيت بقى كميه شعر نازله مش طبيعيه، فقلت يمكن يكون يعني شعري بينزل عادي من غير حاجه. بس استعملته كذا مره وحرفيا برضو نفس نزول الشعر، فانا ما حبيتهوش قوي وما انصحكوش بيه. انا مش عارفه، اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات لو انتم جربتوه قبل كده وفرق معاكم ورطب شعركم، معرفش، بس هو بيوقع الشعر حرفيا، فما انصحش بيه. طب نخش بقى على الوحش بتاعنا اللي هو الو ايفا بلسم، اللي هو بالصبار وزيت الارجان. حرفيا الو ايفا بلسم ده تحفه تحفه تحفه. من ساعه ما استعملت البلسم ده عرفت ان ده بيوقع شعري ازاي. اول ما بدات استعمله لقيت شعري مش بيقع، قلت كويس، يبقى انت اللي طلعت بتوقع الشعر مش ده. فانصحكم بالو ايفا بلسم للشعر، حلو قوي ومش بيوقع الشعر وبيرطب الشعر وكمان بيقوي الشعر. فالو ايفا بلسم انصحكم بيه، حلوين. تالت منتج معانا للشعر وهو زيت بلاك جارليك اكسبريس، اللي هو بزيت الاويلكس اويل. حرفيا خرافة. اللي هو الزيت ده اللي هو بيقوي خصيلة الشعر وبيقلل التساقط. اكيد يعني انتوا لو مش تعرفوه هو مستورد، ايوه هو مستورد وغالي، مش هقول لكم رخيص بس هو غالي، والصراحة يعني فلوسه حلال، يعني انتوا صرفوا فيه فلوس عادي وما تبخلوش فيه. فهو حرفيا بيقوي الشعر وبيقلل التساقط. من ساعة ما استعملته انا الحمد لله شعري بيقل من التساقط. لو ما تعرفوش يعني انا شعري بيقع بطريقة فظيعة بسبب السباحة، انا بنزل في الكلية في السباحة تربية رياضية يعني وكده، فشعري بيقع بطريقة مش طبيعية، وقلت بقى انا عايزة حل للتساقط ده، فما ينفعش، ما عادش عندي شعر حرفيا. فلقيت الزيت ده حرفيا كده، لقيته في المحل كده بالصدفة، فالراجل قال لي ده حلو ومش عارفة ايه وبيقلل التساقط، فانا اشكره الصراحة يعني. وبيجي معاه برضو اللي بتاع دي عاملة زي الدواء كده، اللي عاملة زي بتاعة الحقنة،
اللي بتاع دي بقى ايه، حرفيا دواء، حرفيا يعني مش هقول لكم ان هو مش دواء، هو دواء. بيبقى فيه بقى شويه بتفتحي اللي بتاع دي كده وبعدين تحطي فيها وترجي وترشي بقى على خصيله الشعر بتاعتك. تفتحي الخصيله كده، خصيله الشعر، وبعد كده ترشي 3 رشات، لا 8 رشات كده. وبعد كده بقى تعملي بحركات دائريه باي حاجه عندك بقى، بايدك احسن يعني الصراحه، بايدك تعملي كده حركات دائريه بايدك في شعرك، ومن الحتت بالذات الحتت اللي هي ايه واقعه خالص من فوق الشعر. هتلاقي فرق بعد اسبوع، حرفيا هتلاقي فرق، بس انتظمي، اهم حاجه انتظمي ماشي. فانا انصح بيه جدا جدا جدا. رابع حاجه واخر حاجه معانا للشعر هو السيروم ده من هافانا. ده علشان الشعر الهايش والجاف. حرفيا انا شعري بيهيش كده، معرفش ايه اللي بيجراله بعد ما بسرحه، فانا قلت بقى انا عايزه استعمل حاجه بقى تقلل الهيشان ده، فما ينفعش ابقى زي الغوريلا كده. فجبت بقى هافانا سيروم، حرفيا تحفه. بصوا انا مخلصه اصلا، يعني انا هجيب تاني، هو خلص اصلا يعني نصه خلص، ما عادش فيه الا الحته الصغيره دي. فحرفيا بيخلي شعرك كده زي ما تكون لسه كوياه، متعرفيش ازاي يعني الصراحه، يعني حلو قوي. بقى لو عملتيه طاقيه بشعرك كده وحطيتيه تحفه. عملت اول حاجه الطاقيه، عملت شعرك يعني رطبتيه بالسيروم ده، وبعد كده عملت طاقيه وقمتي، هتلاقي شعرك حرفيا مكوي، ما تعرفيش ازاي يعني، حرفيا الشعر هيبقى حلو بسبب السيروم الحلو قوي ده، فانا انصح بيه. طيب اخر حاجه معانا بقى في الفيديو بتاعنا هو الحاجات اللي انا جبتها لبشرتي. هي مش حاجات كتير قوي، انا جبت بس الغسول ده من ارجنتو، فرق معايا جدا جدا جدا، حرفيا بينظف البشره بعمق. يعني هو مش بينضفها بس، لا ده بينضفها بعمق وبيرطبها كمان، بيخلي فيه نسبة ترطيب كده، فحلو قوي قوي قوي. في بنات كتير بتشتريه، فانا انصحك بيه ارجنتو. تاني حاجة معايا استعملتها لبشرتي هو المرطب ده من ايفا. طبعا معروف وطبعا كله بيقول عليه رخيص، بس هو فعال جدا جدا يا جماعة، رخيص بس نينجا زي ما بيقولوا. حلو قوي قوي وبيرطب البشرة وبيديها ريحة وبيخلي البشرة كده كمية نضارة وترطيب. والله يا جماعة انتوا ظالمين اللي بتاع ده، وهو بكام؟ ب 28 جنيه. انصحكم بيه قوي. تالت واخر حاجة معانا هو السبراي الصيني ده بيبيض البشرة، فانا منصحش بيه، هو كلام على الفاضي. هو بيبيض البشرة بس مفعوله مش حلو، مش حلو خالص 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 خالص. هو بس بيطلع حبوب في البشرة حرفيا يعني. بصوا يعني تحس ان في ميه نازله كده، فما انصحش بيه. انا ندمت ان انا جبته، كنت مفكره حلو وكده ومش عارفه ايه، وهيبيض البشره زي ما بيطلع في الاعلانات وكده، وواحده صينيه بقى تيجي تعمل لك كده وبشرتها بيضت واو ومش عارفه ايه. اتغريت فعلا وجبته، كان غالي. مشكلته ان هو كان غالي، فزعلانه قوي على الفلوس اللي انا صرفتها عليه، فما انصحش بيه يا جماعه. فانا بقى ايه، عشان جبته بستعمله على ايدي بس، يعني لا فين وفين يعني وكده، فما بحطوش على بشرتي خالص، انصحش بيه. طيب يا حلوين، كده يكون انتهى الفيديو اللذيذ اللطيف الخفيف بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، واكتبوا لي في التعليقات عن افكار الفيديوهات اللي عايزيني اعملها ليكم. وانيو يا حلوين.